ملخص الحلقة 28 الأخيرة مترجم. بينما صدم الحادث الذي تعرض له كايا مع نديم الجميع بعمق، تتلقى صداقات مرة أخرى اختبار الألم بفقدان أحد الأبناء، وبعدما تعرض له والده يفقد ضمير السيطرة ويواجه جيهان لمحاسبته معبرا بكلمات قاسية عن أن العداوة بينهما لن تنتهي أبدا. تقر ناره وشهين الزواج بعد أن أزيلت جميع العقبات من طريقهما، وبينما يبدو أن رحلتهما السرية ستقودهما إلى نهاية سعيدة، يظهر شخص مفاجئ في طريقهما. فهل سيغير قصتهما من بدايتها حتى نهايتها؟ بينما يشعر جيهان بالارتياح بعد القبض على قاتل بوران، يتلقى خبرا من عليا يجعله يدرك أن حياتهم مهددة من جديد، فينطلق جيهان لحل الموقف، لكنه يصدم هذه المرة من ضربة مينيه. وبعد كل ما حدث تجد عليا نفسها مضطرة لاتخاذ قرار يخصها ويخص ابنها، فتبقى بين عقلها وقلبها وتقع عليا في حيرة، فيحاول جيهان إقناعها بالعدول عن قرارها، فهل سينجح في ذلك؟ بينما يتسبب الحب في ألم للبعض، أخيرا سيمنح للبعض الآخر للأصحاب ذو القلوب الصامتة الشجاعة لفتح الطريق أمام مشاعرهم والتقرب ممن يحبون. فهل سيكون هذا هو الوقت المناسب؟